السلام عليكم حباباتي، ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتي حرفة ونجاح. اليوم ماشي موضوع عادي، اليوم نحكي معاكم على مشروع بسيط سهل بصح والله يقدر يبدل لك حياتك كامل. المشروع اللي حابة نحكي لكم عليه هو الخياطة في الدار. في البداية خليني نقول لكم الحقيقة، الخياطة راهي من أقدم الحرف اللي عمرها ما تزول، من زمان والناس يخيطوا. بصح اليوم الخياطة ولات موضة وعندها قيمة كبيرة. علاش؟ خاطر الناس ولاو يحبوا الحاجة المميزة، يحبوا حاجة معمولة باليد بالذوق، ماشي كاين منها بزاف. انا نعرف باللي بزاف نساء عندهم ماشينة تاع الخياطة في الدار بصح ما يستغلوهاش، يجيبوها غير باش يطيشوها في كان شركن. وانا نقول لك هذيك الماشينة تقدر تكون هي المفتاح تاع رزقك. نبدا لكم بقصه صغيره. نعرف وحده جارتنا بدات تخدم بماشينه صغيره قديمه، ماشي حتى جديده وماشي حتى الكترونيه، كانت تخيط غير القناضر لروحها ولخواتاتها. واحد النهار صورت قندوره وحطتها في الفيسبوك، جاتها الطلبيه الاولى وزادت طلبيه ثانيه وثالثه ورابعه، واليوم عندها صفحه في الانستغرام والناس من ولايات اخرى يبعثوا لها تخدم لهم. يعني من بيتها ومن ماشينه قديمه ولات عندها مشروعها الخاص وتعاون حتى راجلها في المصاريف. علاش نختار الخياطه كمشروع؟ اولا ما تحتاجش راس مال كبير. ثانيا الطالب دايما كاين، الناس كل يوم يحبوا الجديد. ثالثا تقدري تخدمي وانتي في الدار وتوازني بين الدار والحرفه تاعك. واش نقدر نخيط ونبيع؟ اول حاجه القناضر حاجه اساسيه، قناضر الصيف قناضر الشتاء تاع العرايس ديما مطلوبين. تاني حاجه لبسه تقليديه كما القناضر تاع القطيفه جابادور، الناس يحبوا الاصاله مع لمسه عصريه. تقدري تخيطي تاني بيجامات سراول تاع الدار، هادو يطيحوا مليح خصوصا للنساء العاملات والطالبات. تقدري تخدمي تاني خدمه خاصه، مثلا وحده عجبها موديل في الانترنت تجيب لك الصوره تاعو تصويره يعني وتقولك خدميهولي. هنا تبان شطارتك. الخطوات اللي تبداي بها: وجدي الماشينه تاع الخياطه تاعك حتى ولو كان بسيطه، المهم تخيط مليح. اشري شويه تاع اللوازم كما المقص لازم يكون مليح تاني، البراوات، الخيط يكون ملون يعني الالوان كامل تكون عندك متوفره. واهم حاجه البنات لازم الخيط يكون كيما التيسي، يعني ماشي تروحي تجيبي لي تيسي اللون تاعو زي مثلا هذا الفير راكو تشوفوا فيه جيبيه خوه بعد، ماشي تروحي تجيبي لي فير واحد اخر وشغل يفسد لك الخدمه تاعك. تحتاجي تاني القماش يكون رخيص، يعني هكذا باش تجربي الساع، يعني ماشي تروحي تشري القماش غالي ومن بعد تحصلي فيه تفسديه ولا حاجه يغيظك، مش كيما يعني يعود قماش رخيص. بداي بخياطه تاع موديلات يكونوا ساهلين لروحك لعائلتك لولادك. صوري الخدمه تاعك بطريقه مليحه، الضوء يكون مليح، ترتيب تاع الخدمه تاعك وبازي على الالوان تاني. ونشري الصور تاعك في مجموعات فيسبوك ولا في حساب خاص في الانستغرام. المهم الخدمه تاعك يشوفوها ناس اخرين. دركا نجيو للزبائن كيفاش رايحين يجيو. في البدايه الجاره رايحه تعطيك تخيطي لها، صاحبتك تجيب لك قماش، الزبونه اللي عجبتها خدمتك رايحه تدير لك الدعايه بلا ما تخلصي. ومن بعد راح يولي عندك اسم وكل مره الطلب يكبر. دوكا نجيو للارباح بالتفصيل. مثلا شريتي قماش ب200 ألف ولا 250، تخدمي به قندوره وتبيعيها ب600 ألف ولا حتى 800، يعني ربح صافي بين 300 ألف حتى 500 من موديل واحد برك. تخيلي تخدمي 8 ولا 10 موديلات في الشهر، راهي تقريبا 4 ملايين. ومع الوقت يزيدوا يعرفوك الناس، يعني الأسعار رايحة تقدر توصل حتى 1,500,000 للموديل الواحد. من بعد ما تجمعي شوية دراهم بدلي الماشينة تاعك بوحدة إلكترونية تساعدك تزربي في الوقت وفي الخدمة وفي كل شيء. اشري قماش بالجملة ماشي كيما بالتجزئة.
ديري ركن صغير في الدار على شكل ورشه صغيره، وحتى تقدري تفتحي محل ولا صالون تاع الخياطه. وش هي الافكار اللي تميزك؟ زيدي اللمسه تاعك الخاصه، دونتيل، ستراس، الالوان غير تقليديه. ديري موديلات مستوحاه من القنادر التقليديه مع لمسه عصريه. قدمي خدمه التوصيل في المدينه تاعك. ديري عروض، مثلا زوج تاع لي موديل بسعر خاص، ولا اللي تخدم عندي 3 مرات عندها تخفيض، وهكذا. النصيحة الذهبية اللي نقدمها لك: النجاح ما يجيش بين ليلة ونهار، لازم الصبر، لازم الخدمة نقية والصدق مع الزبائن. كي تحترمي المواعيد وتكوني أمينة في الخدمة، راهي الزبونة ترجع لك مليون مرة وتجيب معاها 10. المشروع هذا صغير بصح يقدر يكبر معاك. تخيلي من ماشينة قديمة في الدار تولي عندك ورشة تخدمي معاك بنات واحد اخرين، وتولي ماركة جزائرية معروفة، والرزق على ربي. استثمري في روحك، شوفي فيديوهات تعلمي منهم في اليوتيوب تقنيات جديدة، دايما طوري الخدمة. ومع الوقت المشروع الصغير اللي بديتيه في دارك يولي ماركة معروفة، حتى تقدري تفتحي محل وتخدمي مع بنات الاخرين. هذا هو مشروع الخياطة اللي نقدر نقولكم عليه في قناتي حرفة ونجاح. مشروع يبدأ صغير بصح يقدر يوصلك لبعيد، غير بالإرادة والعمل. حباباتي، دايما تفكروا حاجة واحدة: البداية ماشي لازم تكون كبيرة، بالعكس أي مشروع ناجح في الدنيا بدأ بخطوة صغيرة. ماشي عيب تبداي من دارك بماشينة قديمة ولا حتى براو خيط، العيب هو تستسلمي وما تحاوليش. النجاح ما يجيش في نهار ولا يومين، النجاح يجي بالصبر، بالإصرار، وبالثقة في نفسك. كوني متأكدة باللي تعبك اليوم راح يبان غدوة، وخيط بخيط تبني مشروع كامل. ما تخلي حتى واحد يحبطك ولا يقولك ما تقدريش. قولي أنا نقدر، أنا رايحة ننجح، وراه ربي مع اللي يخدم بنية وصبر. وبزاف نسا كيما انا وكيما نتوما بدينا من والو، واليوم ولات عندنا حرفة ونجاح. وانتي يلا راكي تسمعي فيا تقدري تكوني القصة الجاية تاع حرفة ونجاح. لهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. إلا عجبكم الموضوع ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد راح نحطه. سلام.